السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ لازم أوضح حاجة. القصة اللي هتسمعوها النهاردة مش مناسبة للي قلبه ضعيف، خصوصا لو بتستخدم المترو في وقت متأخر من الليل. في ناس كتير بتقول إن آخر عربية في آخر مترو مجرد عربية عادية زي أي عربية تانية، لكن في ناس تانية بتحلف إنها شافت حاجات عمرها ما تقدر تنساها. واللي هحكيه النهاردة واحد من أغرب المواقف اللي ممكن أي شخص يعيشها. فلو بتسمع القصة ديت بالليل حاول ما تبقاش لوحدك، واطفي النور لو تقدر، واستعد تسمع حكاية آخر عربية مترو. أنا اسمي عماد، عندي 29 سنة، شغال في شركة دعاية في وسط البلد. اللي هحكيه حصل معايا من سنتين بالظبط، ولحد النهاردة كل ما افتكره جسمي بيقشعر. واقسم بالله لو حد قال لي زمان اني هعيش اللي عشته كنت هضحك واقول له بطل افلام رعب، لكن اللي حصل كان حقيقي. اليوم ده كان شغل مرهق جدا، قعدنا لحد بعد نص الليل بسبب تسليم مشروع مهم. ولما خرجت من الشركة كانت الساعة داخلة على 1:15. الشارع كان فاضي بشكل غريب، حتى أصوات العربيات اللي متعود عليها في وسط البلد كانت شبه مختفية. جريت على محطة المترو والحمد لله لحقت آخر قطر لسه موجود. المحطة نفسها كانت شبه مهجورة، كان موظف نايمين على الكراسي وعامل نظافة بيكنس الأرض وهو بيبصلي باستغراب. لما نزلت الرصيف لقيت المترو واقف وأبوابه مفتوحة. ركبت بسرعة قبل ما يفوتني، لكن أول حاجة لاحظتها إن العربية كلها فاضية تماما، ولا راكب واحد. وده كان غريب، حتى آخر مترو بيبقى فيه ناس راجعة من شغلها أو طلبة أو أي حد، لكن العربية ديت بالذات ولا بني آدم فيها. قلت لنفسي أهو أحسن هرتاح، وقعدت في آخر كرسي جنب الشباك. المترو اتحرك، وبعد دقيقتين تقريبا لاحظت حاجة غريبة. في انعكاس الشباك كان في واحدة ست قاعدة ورايا، رغم اني متأكد 1,000,000% ان العربية كانت فاضية. لفيت بسرعة، مفيش حد. بصيت للشباك تاني، الست موجودة، لابسة اسود بالكامل وشعرها طويل ونازل على وشها. قلبي بدأ يدق بسرعة، لكن حاولت أقنع نفسي إنها مجرد انعكاسات نور. فضلت باصص بعيد لحد ما سمعت صوت خفيف جدا، صوت ست بتضحك، ضحكة واطية باردة وقريبة جدا. فبصيت حواليا، مفيش حد. المترو كمل طريقه ووصل محطة السادات. الغريب إن الأبواب ما فتحتش، رغم إن القطر وقف، ولا حد ركب ولا حد نزل. وبعدين اتحرك تاني. هنا بدأت أقلق فعلا. طلعت الموبايل أشوف الشبكة، مفيش إرسال ولا خط واحد. وفجأة نور العربية كلها طفى، ثانيتين 3 ورجع تاني. وفي اللحظة دي لقيتها الست طبعا قاعدة في أول العربية بظهرها ليا. جسمي كله اتجمد. ازاي ظهرت فجأة؟ أنا لوحدي هنا. قمت واقف وقلت بصوت مرتعش يا مدام. مفيش رد خالص. يا مدام حضرتك كويسة؟ ببطء شديد بدأت تلف راسها ناحيتي، لكن جسمها فضل ثابت. لفت رقبتها أكتر من الطبيعي لحد ما بقت بص عليا مباشرة، وعيونها مكانها كأن فراغ اسود، سودا بالكامل بدون اي بياض. وبعدين ابتسمت ابتسامة مستحيل تكون لبني ادم عادي. جريت ناحية الباب وضربت زرار الطوارئ، مفيش اي استجابة. المترو كان بيزيد سرعته بشكل جنوني، المحطات بقت تعدي بسرعة، لكن اسمائها مفيش اسماء المحطات المعروفة. كانت اسماء غريبة: محطة الغرباء، محطة النسيان، محطة العائدين. كل اسم يظهر ثواني ويختفي،
والست كانت بتقرب كل مرة أبص ألاقيها أقرب شوية بدون ما تمشي، كأنها بتنتقل لحد ما بقت على بعد متر واحد مني، وسمعتها بتهمس: انت نزلت في المحطة الغلط. صرخت ساعتها بأعلى صوتي، وفجأة المترو وقف بعنف. الباب اتفتح، نطيت بره من غير ما ابص ورايا. لقيت نفسي على رصيف محطة شبرا، لكن كانت الساعة 3 الفجر والمحطة كلها منورة وفيها ناس كتير، كأن مفيش حاجة حصلت. جريت على موظف الأمن وحكيت له كل حاجة. الراجل بصلي للحظات وبعدين وشه اصفر وقال لي: انت ركبت آخر عربية صح؟ قلت له أيوة. سكت شوية وقال: من 10 سنين كان في حادثة في آخر عربية من آخر المترو. ست كانت راجعة بيتها وحصل عطل كهربائي كبير وماتت محبوسة جوه العربية ساعات طويلة قبل ما حد يوصل لها. ومن يومها ناس كتير بتحلف إنها شافتها في آخر مترو. ساعتها ضحكت بعصبية وقلت له: انت بتهزر صح؟ بصلي بجدية شديدة وقال: لو عايز نصيحتي عمرك ما تركب آخر عربية مهما حصل. رجعت البيت وانا مرعوب، ومرت شهور طويلة وحاولت انسى اللي حصل، لحد ليلة من اسبوعين كنت راكب المترو بالنهار والعربية مليانة ناس، وفجأة بصيت في انعكاس الشباك وشفتها. ايوة، شفت الست تاني قاعدة ورايا، نفس الفستان الاسود، نفس الشعر، لكن المرة دي كانت مبتسمة وكاتبة بصباعها على الزجاج من الداخل: لسه منزلتش. ومن يومها عمري ما ركبت المترو تاني بعد المغرب. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل القصص الجميلة المرعبة. وسلام.